السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز أخبار فريق الرجاء الرياضي التي جاءت كالتالي: فاز الرجاء الرياضي لكرة القدم على ضيفه اتحاد يعقوب المنصور بنتيجة 2-0 خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما صباح يومه السبت بأكاديمية الفريق الأخضر ببوسكورة. وتمكن اسماعيل خافي من وضع بصمته الهجومية في اللقاء وتسجيل الهدف الأول في هذه المواجهة الودية، قبل أن يضيف زميله معاذ الضحاك الهدف الثاني قبل انتهاء المباراة. وعرفت المباراة مشاركة جميع اللاعبين بما فيهم عثمان ساخو، حيث يهدف الطاقم التقني للفريق الأخضر من خلال مثل هذه المباريات إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين والحفاظ على التنافسية خلال فترة التوقف الحالي. وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات الرجاء الرياضي للعودة إلى المنافسات الرسمية شهر يناير القادم. يضع نادي الرجاء الرياضي اللمسات الأخيرة على معسكره الإعدادي المقرر إقامته خلال شهر دجنبر المقبل بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار استعداداته لاستئناف منافسات الشطر الثاني من الموسم الكروي الجاري. ومن المرتقب أن تشد بعثة الفريق الرحال إلى مدينة جدة، حيث سيجري النصور أولى مبارياتهم الودية أمام أهلي جدة قبل خوض ودية ثانية أمام الوحدة السعودي. ويهدف الرجاء من هذا التجمع الخارجي إلى الحفاظ على جاهزية لاعبيه، مستغلا التوقف الطويل للبطولة الاحترافية بسبب احتضان المغرب لنهائيات كأس إفريقيا للأمم خلال شهري دجنبر ويناير. ويسعى الطاقم التقني للفريق الأخضر إلى استثمار المعسكر السعودي لرفع النسق البدني والتكتيكي، خاصة في ظل المنافسة الشديدة التي تنتظر النصور مع استئناف الدوري. أكدت مصادر موثوقة داخل نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم أن الإدارة فرضت على أطورها سياسة التكتم وعدم التواصل بخصوص ملفات الانتداب والمفاوضات، سواء بخصوص اللاعبين الجدد أو تجديد العقود أو فسخ البعض الآخر. وأن الإدارة تعقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام القليلة الفارطة من أجل الحسم في انتداب 3 لاعبين على مستوى خط الوسط والهجوم، وأن هناك لاعبين مقترحين فوق الطاولة وحصلوا على موافقة المدرب الجنوب أفريقي، وأن المفاوضات تسير بشكل متوسط. ولهذا الأمر اختارت اللجنة الرياضية نهج سياسة التكتم من أجل إتمام الصفقات بالشكل السليم لتحقيق الأهداف الرياضية وتدعيم الفريق بقوة خلال الفترة المقبلة. لتشجيعنا على مواصلة العمل وخلق أفكار إبداعية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وترك تعليقاتكم على الفيديو لكي يصلكم الجديد أولا بأول.